تعمل كونتنت اصلا ده مش بالسهل. الناس كلها بتبقى فاكره ان هو واحد معاه شويه فلوس جاب كاميرا ومعاه اضاءه وحته حديده وطالع يقرفنا يعني. لا، هو مش بالسهل كده خالص. انت عندك تحضيرات، عندك كتابه، عندك سكريبت بيتكتب يعني، عندك الصوت لو وحش الجمهور يزعل منك، الاضاءه لو وحشه الجمهور يزعل منك، الكاميرا لو وحشه الجمهور يزعل منك. ليه؟ علشان انت داخل على ناس اصلا عندها كونتنت. انت ايه الاضافه اللي انت تدهاني؟ انا دايما كنت بتسال السؤال دوت، انت ايه الحاجه اللي هتزودها لي؟ طب ما انا عندي اكس واكس واكس واكس، انت ايه فلان وفلان وفلان وفلان، انت ايه الزياده اللي هتدهاني؟ بتحاول على قد ما تقدر ان انت تزود طيب الكواليتي بتاعتك، تزود الاضاءة، تزود في المحتوى بتاع الصوت، تزود الكلام دوت، تحاول تدخل معاك راعي يديلك مثلا حاجة زي كورة ستاتس. لما دخلوا راعي معايا واداني فعلا زي قنوات التلفزيون، هو بيديلك فعلا اناليسز حقيقية للماتشات وحاجات بجد بتاعت محللين اداء. تزود الكونتنت بتاعك ان انت تاخد كورسات تحليل اداء، انا اخدت كورسين تحليل اداء. تزود الكونتنت بتاعك بان انت تاخد كورسات بتاعت راديو علشان تحسن من ادائك الصوتي، وتحسن ازاي اتكلم وازاي اعدل التون وازاي اقلل التون، تحسن من ازاي تعمل مونتاج للمحتوى بتاعك. لا، لازم يبقى فيه شويه جرافيكس، فانت تاخد كورسات علشان تعمل جرافيكس. انك انت لوحدك اللي بتنحت في الصخر ده، انت لوحدك اللي بتعمل الحاجه ديت، فانت مسؤول عن كل حاجه. انت ما عندكش اي نوع من انواع الدعم غير ربنا والناس طبعا اللي حواليك. بس هما بيدعموك، اللي هو برافو استمر، برافو كمل، برافو اعمل. لكن هو مش بيدعمك بحاجة فعلية ملموسة. هو انت مرمي لوحدك مع نفسك كده وبتعمل. فانت لازم تستمر ولازم تكمل، ولازم ما تستناش دعم من حد من على السوشيال ميديا، لان ما حدش هيديلك حاجة غير الناس قليلة قوي 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 اللي بتبقى عينيهم مليانة بجد قوي، اللي هو بيبقى مقتنع ان هو ربنا بعت لي فانا هبعت لك. الرزق ده لينا كلنا، مش فارق، واحنا مش منافسين لحاجه يعني. لان لو انت بتتكلم على نفس الكونتنت بتاعي عادي، انت ممكن ما تتشافش، طبيعي جدا. انت ممكن، انا ليا جمهوري وانت ليك جمهورك، انت ليك الناس اللي بتحب الستايل بتاعك وانا ليا الناس اللي بتحب الستايل بتاعي. فاحنا مش منافسين، احنا مش منافسين لبعض. احنا كلنا موجودين على الموبايل، احنا كلنا موجودين قدام شاشه التلفزيون، على اليوتيوب. فانت موجود، الناس بتقعد تقول لك لا انا ما بحبش فلان، واحد تاني يقول لك انا بعشق فلان، انا ما بحبش طريقه كذا، ما بحبش، انا بحب طريقه كذا. فده رزق، رزق وربنا بعته لك. فاتعب، كمل، ما تقفش، حاول على قد ما تقدر ما تحبطش. نصيحتي لاي حد بيبتدي كونتنت، على فكره انا منهم، انا بقالي 4 سنين بعمل تقريبا كونتنت او 3 سنين بعمل كونتنت، بس انا بعتبر نفسي لغايه دلوقتي لسه ما بداتش، لان انا ما بعملش بالنصائح دي قوي. انا دايما بقع، دايما ببص على الفيوز، دايما بدور على الريتش واصل لفين، بدور على وقارن نفسي بناس تانية. ده اكتر حاجات غلط بجد، من اكتر الحاجات الغلط عشان تنجح ككونتنت كريتور، عشان تنجح كصانع محتوى، ان انت ما تبصش لغيرك. وكان في مره حضرت حاجه كفوتبول اكسبو، تمام، كان مروان سري بيتكلم، الراجل الجميل دوت، قال لك ايه؟ قال لك الناس اللي قاعده ديت قدامي مثلا 600 700 واحد، ف 600 700 واحد دول مخوفيني، انا مرعوب من الشكل بتاع العدد اللي موجود قدامي دوت. وانت لما بيجي لك كرقم على السوشيال ميديا على الفيديو بتاعك 1000 واحد شافك، تحس انك زعلان قوي. ال1000 واحد دول حاجه كبيره، ال500 واحد دول حاجه كبيره، ال200 واحد دول حاجه كبيره، ال50 واحد دول حاجه كبيره. ده رقم، انت لو قلبتهم اشخاص بجد قاعدين قدامك، انت لا هتخاف، انت مش هتبقى مبسوط، مش هتبقى يعني هتحس ان هو ايه ده، انتوا بجد قاعدين كلكم قاعدين بتتفرجوا عليا انا ايه ده، انا وصلت للحته دي بجد. اقلب الرقم اللي انت شايفه قدامك ده الاشخاص بجد قاعدين قدامك. دي كانت نصيحه بجد سمعتها من مروان سري، فعلا كانت جميله جدا. او الفكره نفسها، المبدا نفسه كان مبدا جميل، اللي هو الناس لما بتقلب الرقم ده لاعداد قاعده قدامك، لا ده حاجه كبيره، ده حاجه مش صغيره. ما تخافش من رأي الناس، ما تخافش من ان الناس تقول لك ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، ايه يا عم انت بتجيب سيرتنا، ايه يا عم اللي انت بتتكلم فيه دوت، يا عم طب غير اللي ما اعرفش ايه، طب اعمل ما اعرفش ايه. اعمل اللي يريحك، اعمل الحاجة اللي ما تنبسط بيها، اعمل الحاجة كهواية، اعملها. اعمل فيديوهات بتنبسط ان انت تعمل فيديوهات تتكلم فيها عن صحاب، اعمل. بتتكلم عن الكورة، اعمل. بتتكلم عن تريكس في الحياة، اعمل. بتتكلم عن تريكس في الابليكيشنز، اعمل. بتتكلم عن محتوى في حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، اعمل. اعمل اللي يريحك انت، ما تستناش من وراه حاجه تانية.
اعمل اللي يريحك واللي انت شايفه مبسوط بيه واللي بيطلع منك الطاقة السلبية واللي بيخليك في الاخر بعد ما بتخلص الفيديو بينزل انا مبسوط، انا مرتاح. ما تستناش فيوز، ما تستناش لايكات، ما تستناش شير، ما تستناش حاجة من حد. اعمل وارمي واملى وشكرا، وربك هو اللي هيبعت لك الرزق بتاعك.